عشان انتوا تبقوا عارفين، لو انتم عايزين استقلال قرار حقيقي، الدول اللي بتبقى مستقلة في قرارها بتعاني كتير قوي. فممكن تقول طب احنا ما اتفقناش على كده. ممكن صحيح تقولوا لي كده، يعني احنا اتفقنا انك انت تتولى الامر بس ما نعانيش معاك. لا لا ابدا، انا بس حبيت اسمعوا بس، انا ما كنتش عايز اتكلم عن الداخل خالص، بس معقول يا جماعه انا بقعد اتفرج كده اقول يا خساره، كل املنا شويه السكر وشويه الرز وشويه فحد تاني يقول اه طبعا واحنا عايزين ناكل، طبعا ودي مسؤوليتنا، والبلد بتسعى في ظل ظروف في منتهى التعقيد والصعوبه. لكن عايز اقول تاني، اللي عايز يبقى عنده اراده حره لازم يستحمل، فيا رب تستحملوا معانا. واحنا كنا موجود معانا قدمت ابنها، يعني لازم تكونوا متأكدين ان احنا علاقتنا مع اشقائنا علاقة قوية وراسخة. ايوه لازم تكونوا فاهمين كده، ولازم تكونوا عارفين ان اللي بيتم معانا كلنا هو محاولة لتخريب العلاقات، زي ما في محاولة لتخريب الداخل في مصر بالشائعات وبالاجراءات اللي مش مظبوطه احيانا وبمواقع التواصل. اللي انا قلت لكم كذا مره من فضلكم انتبهوا انتوا، لان انتوا مش شايفين الجانب الاخر مين اللي بيتكلم، انتوا مش شايفينه. لكن اللي بيتم هو محاوله لتخريب علاقات مصر وعزلها. وزي ما انا اتكلمت كده عن اثيوبيا في الاول وقلت خلي بالكم اللي حصل ده او اللي بيحصل ده هو محاوله للضغط على مصر. ويمكن لما الدكتور مصطفى الفقي يعني كان عنده إرهاصة لما قال مصر لن تركع، مصر هتركع لله، مصر هتركع لله. صحيح، لكن غير كده مش هينفع معانا كلنا. خلي بالكم لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي هنا وبره، انا ما عنديش مشكلة خالص في اي تحدي طالما انتوا يا مصريين كده. لو كده انا بقول لكم بجد، طالما المصريين على قلب رجل واحد، طالما المصريين على قلب رجل واحد، مفيش تحدي، مفيش حد يقدر يهزم أمة، خاصة لو كانت الأمة دي بتتعامل بقيم أخلاقية شريفة في وقت عز فيه الشرف. كنت قاعد عشان مع فخامة الرئيس البشير، بقول له يا فخامة الرئيس هنعمل يعني اللجنة المشتركة العليا جاية، وانت تاخد اجراءات بانك انت قرار بحظر استيراد الحاصلات الزراعية. فقال لي والله العظيم انتم طلعتوا تقرير في التلفزيون مفزع جدا، وانا ما كنتش اقدر ابدا غير ان انا قلت ان احنا هندرس بس ونفحص الحاصلات الزراعيه. انتوا اللي طلعتوا تقرير ان تقرير صعب جدا على ان انتوا يعني الميه اللي بتزرعوا بيها ميه مش كويسه. قلت له يا فخامه الرئيس ده احنا يعني 4500 قريه في مصر واكثر من 37,000 تابع، وميه النيل 35 مليار متر بيستخدموا للزراعه، ويبقى منتجاتنا الزراعيه فيها حاجه. قال لي ما هو التقرير بتاعكم
الموضوع خلص. بس انا بقول لمن بيسمعني ويهمه مصلحة مصر، اللي انت بتقوله زي ما قلت كده ان اللي قتل روجيني هي اجهزة الامن، وبشكل او باخر ده كان ليه اثار سلبية في علاقتنا مع ايطاليا. زي ما تكلمت كده وكلمت عن سقوط الطائرة الروسية وكان ليها اثار مش مريحة، ونفس الكلام على يعني مسائل كتير. ننتبه يعني. صحيح ما فيش وزير للاعلام، لان انا احترمت التجربة واحترمت الدستور والقانون، لكن انتوا في الاخر دي بلدكم ومسؤوليتنا كلنا ان احنا نخلي بالنا منها. يمكن حد تاني يقول لي انت يعني ليه بتطول بالك كده؟ طبعا لازم اطول بالي، لانه اهلي، المصريين اهلي. المصريين ايه؟ اهلي. كل المصريين اهلي، واكيد هم يعني حريصين على بلدهم، اكيد مفيش كده يعني. بس هو قال لي طبعا التقرير بتاعكم كان تقرير مرعب، فما اعذرنا يعني. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، وارجو ان رسالتي لاشقائنا في اثيوبيا تصل اليهم، وارجو ان رسالتي ليكم وللجميع ان انتوا لازم تكونوا عارفين كويس قوي ان احنا حريصين جدا جدا على العلاقات التاريخية بيننا وبين اشقائنا في الخليج، وان احنا مسؤولين وملتزمين عن الامن القومي العربي اللي احنا بنعتبر نفسينا جزء لا يتجزأ منه، وهو جزء لا يتجزأ مننا. وده الاطار الاستراتيجي اللي بيحكم علاقتنا مع اشقائنا، ولكن في اطار بنحترم فيه استقلالية القرار اللي لينا مع بعضنا. انا هقول لكم على حاجة، انا عمري ما عاتبت باي مسؤول على انه التقى بدولة مسيئة ليا او لمصر يعني، ولا قلت له حتى انت بتلتقي بيهم ليه، ابدا. اذا كنت انا الدول المسيئة لينا انا موجهت يعني. وبقول لكم تاني للاعلام وحتى المواقع التواصل، قسما بالله العظيم انا لا اتمنى ابدا من اي مواطن مصري في الاعلام او حتى في الشارع انه يطلع لفظ واحد مسيء ضد اي حد، حتى لو كان اللي بيعمل كده مسيء لينا. ايوه، طب ليه بتقول كده ليه؟ لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان انا جيت فقط لأتمم مكارم الاخلاق، تعرفوا قيمة الرسالة وقيمة ووزن حسن الخلق عند مين؟ عند رب الناس. الخلق العالي الرفيع ده امر اللي هيجازي عليه بس ربنا. وفي فرق انك انت تتحمل ده وانت مش قادر تعمل حاجة، وفرق انك انت تتحمل ده وانت قادر تعمل كل حاجة. لا انا كل سنة وانتم طيبين، وبقدم الشكر للقوات المسلحة وللشرطة المدنية. صحيح الاحتفال النهاردة عشان اكتوبر، لكن خلي بالكم ان مازال عطاء الجيش والشرطة في حفظ الامن ومواجهة الارهاب والتطرف قائم حتى الان. والدليل كان الشهيد اللي كانت موجودة معانا. كل يوم بيسقط من الجيش ومن الشرطة شهداء كي تحيا مصر. فاحنا اكتوبر وما زلنا حتى الان تقدم مصر شهداء للحفاظ على ارضها. ارجو ان احنا كلنا كمان كمصريين نخلي بالنا من بلدنا، كل سنة وانتم طيبين. متشكرين.